البراغماتية هي واحد الفلسفة اللي كتركز على النتائج العملية والواقعية ديال الأفكار والمعتقدات. بمعنى آخر، البراغماتية ديما كتقلب على ما هو نافع وفعال في الواقع، كتعتبر أن القيمة الحقيقية لأي فكرة أو نظرية كتجلى في النتائج العملية ديالها. مثلا في الحياة اليومية وكيفاش تتعامل مع الواقع، البراغماتية كتعني أنك خاصك تاخذ قرارات بناء على ما هو فعلا مفيد لك والناس اللي دايرين بك. أي إلا كان عندك شي مشكل معين، خاصك تحاول تلقى الحل اللي غيقدر يخدمك في الواقع، عوض ما تبقى تخيل في حلول مثاليه ولكن غير قابله للتطبيق. البراغماتيه كتقول لك خدم بالعقل والقلب، ولكن ديما خلي رجليك في الارض، ما تطيرش مع الاحلام الخاويه. بالنسبه للتجاره والاعمال، في المجال التجاري البراغماتيه كتفرض انك خاصك تركز على الربح الفعلي والاستراتيجيات اللي كتجيب العائد واللي غتجيب لنا نتائج ملموسه. التجاره راه ماشي غير شطاره، ولكن كذلك فن التعامل مع الواقع ومع المتغيرات. التاجر البراغماتي كيشوف السوق كيفاش كيتحرك وكيدرس الطلب والعرض، ديك الساعات كياخذ قرارات على هذا الاساس. في التربيه والتعليم، البراغماتيه كتقول ان التعليم ماشي هو جمع كم هائل من المعلومات فقط، وانما خاصك تتعلم الحاجات والمهارات اللي فعلا غتخدمك في الحياه اليوميه ديالك. الاستاذ البراغماتي هو اللي كيعطي للتلاميذ ديالو ادوات وحلول اللي غيقدروا يطبقوها في الحياه العمليه، ماشي كيعمرهم غير بالنظريات اللي بعيده على الواقع. في العلاقات الاجتماعيه، البراغماتيه كتقول ان العلاقات خاصها تكون مبنيه على المصالح المشتركه والاحترام المتبادل. هادشي ما كانيش انك خاصك تكون شخص انتهازي، وانما تكون واضح وصريح في الاحتياجات والرغبات ديالك. وتلاحظ ان العلاقات البراغماتيه هي اللي كتكون فيها المنفعه للجميع، لا استغلال ولا زواق. البراغماتيه في السياسه كتعني ان الحاكم خاصو يتخذ قرارات بناء على الواقع الحالي والمصلحه العامه، ويحاول يحسن من الاوضاع الحاليه بطرق واقعيه وقابله للتنفيذ، بلا وعود زائفه ولا شعارات خاويه. اما في الدين وفي الروحانيات، الانسان البراغماتي كيشوف في الدين طريقه لتحقيق السلام الداخلي وتحسين العلاقات مع الناس الاخرين. والممارسات الدينيه هي افضل وسيله عمليه باش كيحقق بني ادم الراحه النفسيه والاستقرار الروحي. وكخلاصه، البراغماتيه هي واحد الفلسفه اللي تقدر تعاونك باش تحقق حياه ناجحه واكثر واقعيه، وهذا الشيء من خلال التركيز على النتائج العمليه والحلول الفعاله. تركز على العيش الحاضر وعلى الخدمه بالعقل، وتخلي ديما عينيك على الهدف.